هنا أرمان بيوصل على المكان اللي العربية فيه وبيتصدم ان طبعا هم على حافة الجرف، ان هي ممكن في ثانية تقع. وهنا بتكون أبيرة وبنتها مفزوعين جدا. بيقرب أرمان من العربية وبيبدأ يكلم مايرا بيقول لها اهدئي، وهنا أبيرة بتفضل تقول له خدها هي أرجوك انقذها يا أرمان، عشان خاطر كده كده انت هي بتحبك ومتعلقة بيك، انت أبوها. وهنا طبعا مايرا بتقرر ان هي ما تنزلش مع بابا وما بتسيبش أمها. استحالة ان هي موقف زي ده ان هي تختار أبوها وتسيب أمها. وهنا طبعا أبيرة بتفضل تتكلم مايرا وتقول لها انزلي اسمعي الكلام، وبتحاول تقنعها كتير. لكن مايرا طبعا بتعيط وبتقول لها لا مش هسيبك يا امي. وبتقول لابوها ارجوك يا بابا انقذني انا وامي، ما تنقذش حد فينا، انقذنا احنا الاتنين. وطبعا أبيرة بتبقى متوترة جدا وعايزة تنقذ مايرا بأي طريقة، وفعلا بتقتنع البنت وبتنزل مع باباها. لكن والدتها بتوعدها ان هي هتبقى كويسة وان باباها هيرجع ينقذها. وفعلا بيرجع أرمان لأبيرة في العربية وبيبدأ ان هو يكلمها ويقول لها بنتنا مش هتتربى الا معانا احنا الاتنين، وما ينفعش اللي انتي بتقوليه ده، وما ينفعش، لازم احنا الاتنين نكون موجودين جنبها، احنا لازم نكون مع بعض. وهنا مايرا بتبدأ طبعا تدعي ان والدها ووالدتها يكونوا كويسين ويخرجوا من المحنة دي بسلام. في مكان تاني بتبدأ كيارا تكلم أبير، لكن بتدخل عليها منيشة. طبعا بتبدأ تقول لها انت بتكلمي ليه، بدأت تقول لها ان انا وهو بنشتغل مع بعض وانا سبت شغلي القديم وبنشتغل سوا. بتدخل كاجل على منيشة وصوتها عالي لان هي بتزعق لكيارا وبتبدأ تقول لها هي مش صغيرة، هي تعرف مصلحتها كويس. وهنا منيشة بتقول لها لأ ازاي. وهنا بنرجع تاني لأبهيرة وأرمان اللي كانوا في العربية لسه زي ما هما بيحاول ان هو ينقذها. وهنا أرمان بيحاول ان هو ينقذ أبيرة وفعلا بياخدها ويخرج بره العربية، وفعلا أنقذها. هما الاتنين خرجوا في موقف رومانسي وبدأوا يحضنوا بعض هما التلاتة، طبعا فرحانين ان هما نجوا بأعجوبة من العربية اللي كانت هتموتهم. وهنا نرجع نلاقي كاجل بتكلم مرات ابنها وبتقول لها انت لازم تاخدي بالك من صحتك ولازم تاكلي كويس. قالت لها لا انا مش عايزه اكل كويس عشان ما بوظش جسمي، لان زوجي هو اللي طلب مني كده. موقف تاني بتيجي كيارا هي وأبهير وبتقع كيارا على الكرسي وبيحصل بينهم مشهد رومانسي وبتقرب من أبير. وقتها بتقلب الموضوع وبتبدأ تقوله احنا بعد كده لازم نعرف نشتغل كويس. وبنرجع لأرمان وأبهيرة وطبعا فرحانين ان هما خرجوا من المحنة بتاعتهم، وبتبدأ تقوله ان جيتو هي اللي عملت فينا كده وهي كانت عايزة تأذينا. ومن هنا طبعا بتتصل كبيري بيهم وبيقول لها ان هي كانت ناوية ان هي تقتلهم، لكن لحسن حظهم ان ارمان انقذهم. وبياخدوا بعضهم وبيروحوا على البيت هم وبنتهم سالمين، لكن بيلاقوا عربية اسعاف طبعا قدام البيت. هنا مايرا بتروح، والدتها بتطلب منها ان هي تروح وبتدخل هي وارمان عشان يشوفوا فيه ايه، لكن بيخشوا يلاقوا جيتو في الارض وميته. بيستغربوا ايه اللي حصل، بداوا يقولوا لهم ان هي كانت لما رمت نفسها من العربيه خبطت راسها بصخره، وطبعا فضلت تنزف لغايه ما ماتت. وهنا بيفتكروا كل اللي حصل وبيعرفوا ان هي خدت جزائها، لان هي كانت عاوزة تأذي أبهيرة وميرة وهي اللي كانت عايزة تتخلص منهم. لكن سبحان الله ان هي اللي تقع في الحتة اللي حصلت دي، وهي اللي تتأذي وهي اللي تموت.